الفيديو ده هوضح لكم بالظبط ايه هي عيوب ومميزات الفريلانسنج او العمل الحر. في الفيديو اللي فات اولا اتكلمنا عن جزء كبير جدا عن الموضوع، وفي الفيديو ده هنكمل ونعرف المميزات والعيوب. فخلونا نبدأ. اول حاجة لازم تعرفها ان رغم المميزات اللي هنذكرها كمان شوية، الا ان الفريلانسنج ليه عيوب لازم تكون عارفها كويس جدا. وخليني اوضح حاجة مهمة جدا، وهي ان مبدئيا لما اقول لكم عيوب ده مش معناه اني عايزة اكرهك في الموضوع، ولما اقول لك المميزات ده مش معناه اني عايزة احببك في الموضوع. انا بس بوضح الموضوع بحيث ان القرار يكون سهل عليك وتقدر تشوف فعلا هل تقدر تتحمل العيوب وهل المميزات مرضية بالنسبة لك ولا لأ. أولا هنبدأ بالعيوب وهقول لكم حل كل حاجة ايه معاها، فأرجوكم ركزوا جدا. الفيديو ده حرفيا أكاد يعني أجزم لكم إن شبه مستحيل تلاقوا حد عمل زيه على اليوتيوب. لما دخلت لقيت إن كل واحد بيتكلم حرفيا حاجة 2 3، وفي عمق للموضوع أكبر من كده محدش خالص بيذكره. فالفيديو ده بيكمل لكم الفيديو اللي فات، وبرضه لامم جزء كبير جدا عن الموضوع، فبليز ركزوا معايا. هنتكلم في العيوب، واول حاجه واهم حاجه لازم تكون عارفها ان الدخل بيكون غير ثابت. يعني ممكن شهر تكسب كتير، ممكن شهر تكسب قليل، وده طبعا لان الشغل احيانا بيكون قليل او كتير. ولكن لو قدرت تبني قاعده عملاء وتبني اسمك كويس في السوق، باذن الله مش هتعاني من فكره ان مفيش شغل. تاني حاجة، مفيش حاجة اسمها أمان وظيفي، لأن العميل يقدر ينهي المشروع أو يوقف الشغل في أي وقت لأي سبب من الأسباب، زي إن الشغل مثلا معجبوش أو لقى منافس ليك بسعر أرخص من اللي أنت بتقدمه. حاجة كمان لازم تكون عارفها، أنت مسؤول عن كل حاجة من A to Z في التسويق، التفاوض، التنفيذ، المراجعة، وكل حاجة عن العملاء بتوعك لحد ما يكون معاك تيم بإذن الله وكل واحد يتولى مهمة. وبالتالي الضغط ممكن يقل عليك شوية، وتبدأ كمان انك تتوسع، وبرضه عادي جدا تتوسع من غير ما يكون عندك تيم، لكن ده ممكن جدا يأثر على كفاءتك في الشغل لانك هتكون مسؤول عن كل حاجة في نفس الوقت. بعدين لازم نكون عارفين طبعا ان البداية دايما صعبة، او العميل او التقييمات ممكن ياخدوا وقت ومجهود كتير جدا، لكن بعدين لو بنيت كل حاجة صح وباحترافية من البداية هتلاقي كل حاجة شغالة بشكل اوتوماتيك من غير اي تدخل منك بعد كده. مثلا مش هتحتاج تدور على عملاء، لانك هتلاقي العميل اللي انت اشتغلت له قبل كده بيقول للناس اللي حواليه عنك، وبالتالي هتلاقي العملاء هي اللي بيجيلك بشكل تلقائي. بعدين ضغط المنافسين، هتتنافس مع فريلانسرز في كل مكان في المجال بتاعك، لكن لو قدمت خدمة مميزة لعملائك وكان التعامل كويس بينكم وهم فعلا وثقوا فيك، فانت بكده تكون قللت المنافسة قوي عندك. فكرة المميزات اللي انت بتحصل عليها في فكرة ان انت شغال في وظيفة دي مش موجودة خالص لما تكون شغال فريلانسر. زي مثلا ايه؟ زي ان مفيش تأمين صحي، مفيش اجازات مدفوعة او معاش من جهة العمل، لان ببساطة جدا انت مش في وظيفة. برضو ممكن ساعات العمل تبقى طويلة، خصوصا لو عندك اكتر من مشروع في ميعاد تسليم مثلا قريب، فانت على قد ما تتعب وتشتغل على قد برضو ما هتاخد حقك، لان انت اللي بتحدد وقتك بقد ايه. وطبعا بيكون في رينج سعر او في رينج للتسعير، يعني انت مش هتحط سعر فلكي مثلا وتتوقع ان العميل هيوافق عليه، خصوصا برضو لو كنت لسه مبتدئ. بعدين العملاء الصعبين، يعني هتقابل عملاء حرفيا هيغيروا الطلبات كتير قوي او يتأخروا عليك في الدفع. فأحسن حاجة في الموضوع ده إنك تمشي بنظام دفع المقدم، يعني نص الفلوس العميل بيدفعها قبل ما الشغل بيبتدي. هو 1 2 3 كده بنتفق، نص الفلوس بتدفع، بحيث ان العميل لو مش واخد الموضوع جد او لاي سبب تاني، عموما انت على الاقل لازم تكون ضامن نص حقك. وبالتالي طبعا النص التاني بيكون لما المشروع يخلص. ودلوقتي هكلمكم عن اهم نقطة، وهي نقطة مش مهمة بس، هي حرفيا زي ما قلت لكم أهم نقطة لازم تاخدوا بالكم منها كويس جدا، وهي فكرة العزلة والصحة.
اولا الشغل من البيت لفترات طويلة ممكن يخليك تحس باعراض الم في جسمك بسبب قلة الحركة. عشان كده انت او انتي عموما في حياتكم لازم تكون مشترك في اي حاجة بتخليك تتحرك، جيم او اي لعبة رياضية عموما، عشان لازم جسمك يكون متعود على الحركة. واوعوا تستهينوا بالموضوع ده، لانكم حرفيا هتكونوا بتدمروا صحتكم بايديكم. بعدين لازم تسوقوا لنفسكم باستمرار، حتى لو عندك مهارة قوية وانت احسن واحد في المجال، لو محدش يعرفك مش هيجيلك شغل. فخليني افكركم انكم لازم تكونوا الاشهر والاشطر، مش الاشهر بس طبعا، ولا برضو الاشطر بس، لان زي ما قلت لكم ممكن تكون الاشطر لكن محدش يعرفك. ونيجي لنقطة مهمة تانية وهي فكرة إدارة المال. لازم تعرف تدخر وتخطط، لأن زي ما قلنا الدخل مش بيكون ثابت، وبالتالي لازم يكون عندك رؤية ايه الأوقات اللي السوق بيكون شغال فيها كويس وايه الأوقات اللي السوق بيكون نايم فيها، وتبدأ تعمل تخطيط للدخل بتاعك عشان بإذن الله ما تعانيش من فكرة إنك عندك عجز مادي في بعض الأوقات. النقطة اللي بعد كده هي الإرهاق أو البيرن أوت. لو اشتغلت بدون تنظيم أو بدون راحة ممكن توصل لإجهاد شديد جدا. عشان كده لازم يكون عندك تنظيم وقت دايما، وعارف تحدد أولوياتك، وقادر تلتزم بمواعيدك كويس جدا. ودي كانت عيوب الفريلانسنج، ولو لاحظتوا انا حتى العيوب قلتها لكم بالحلول بتاعتها. ودلوقتي بقى نيجي للمميزات، وانا قصدي اخليها في الاخر. واول حاجة هي حرية الوقت، انت اللي بتحدد امتى تشتغل وامتى ترتاح. وبعدين حرية المكان، تقدر تشتغل من البيت او من كافيه او حتى من دولة تانية خالص غير اللي انت مقيم فيها. كمان مفيش سقف لدخلك بيعتمد على مهاراتك او عدد عملائك، لان زي ما احنا قلنا قبل كده انت مش بتكون ماشي على فكرة المرتب الثابت. بعدين اختيار العملاء، تقدر ترفض اي عميل او اي مشروع مش مناسب ليك او مش مناسب لمبادئك، لان ببساطة جدا انت مدير نفسك، مفيش شركة بتأمرك او بتلزمك ان انت لازم تشتغل الشغل ده. ودي بصراحة من افضل الحاجات اللي بحبها جدا في موضوع الفريلانسنج، لان في ناس بالنسبة لشغلها بتبص بس على فكرة ان الشغل ما بيبصوش على مبادئ او اخلاق او دين. وانا صراحة بالنسبة لي دي حاجات اساسية. حاجة تانية برضو فكرة التطوير المستمر، كل مشروع هتلاقي ان هو بيزود خبرتك ويخليك تقدر ترفع اسعارك. بعدين فرصة للتعامل مع شركات من كل العالم، ممكن تشتغل مع عملاء من امريكا، اوروبا، الخليج وغيرهم، او من اي مكان تاني انت عايز تشتغل معاه. فكرة تنوع الشغل، انا برضو بالنسبة لي النقطة دي مهمة جدا، لاني من الناس اللي بمل بسرعة، فبحب جدا فكرة تنوع الشغل. طيب ممكن تسألوا نفسكم ازاي تنوع الشغل، لان كل مشروع فعلا بيكون مختلف، فصعب انكم تحسوا بالملل. النقطة اللي بعد كده وهي فكرة البيرسونال براندنج اللي قلت لكم عليها من شوية، انكم فعلا لو بنيتوا سمعة كويسة واسم فعلا كويس بين الناس، مع الوقت ده هيجيب لك شغل من غير ما انت حتى تكون محتاج تدور على شغل. بعدين إمكانية تحويله لبزنس، ممكن تبدأ لوحدك زي ما قلت لكم قبل كده، وبعدها يكون معاك تيم حتى تحولها لايجنسي وتكبر شغلك. بعدين بنتعلم مهارات مهمة جدا في الحياة زي التفاوض والتسويق وإدارة الوقت وخدمة العملاء وإدارة المال، ودي كلها مهارات لا غنى عنها في حياتنا. كمان بيكون عندكم مرونة أكتر في تحقيق التوازن بين الشغل وحياتكم. يعني إيه؟ يعني تقدر ترتب جدولك فعلا حسب ظروفك وأهدافك، مش حسب ظروفك وظروف باقي التيم اللي معاك في الشركة. كل ده بيخليك تعتمد على نفسك، ونجاحك بيكون نتيجة مجهودك فعلا، وده بيديك إحساس كبير جدا بالإنجاز. لكن افتكر برضو إن الفريلانس مش شغل سهل، هو بيديك حرية أكبر، لكن في المقابل بيحتاج حاجات مهمة جدا: الانضباط، الصبر، تعلم مستمر، تسويق لنفسك دايما، وتحمل المسؤولية الكاملة. لو فعلا قدرت تلتزم بالحاجات دي، الفريلانس ممكن يكون من أفضل المسارات المهنية بالنسبة لك. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا منه، وأشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.